يا صباح التفاؤل على اجمل بنات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهارده يا بنات تقريبا كده من ابسط الفيديوهات اللي ممكن تشوفوها. ابسط واسهل طريقه لعمل البط، هتاخدي منها بط طعم وريحه ولون وشكل زي ما انتم شايفين، هيشرفك في العزومات او لو بتعملي عشاء عرايس، فهتكون فكره هتعتمديها دايما ان شاء الله في مشوارك. ومش بس كده، ده انت هتكوني كمان استاذه ورئيسه قسم في عمل الكسكسي. شويه تكات كده وشويه حاجات بسيطه قوي هتعمليها، تاخدي كسكسي كده عامل زي الرمل بالظبط، كل حبه سايبه التانية، طعم وريحه جنان. مستحيل هتشوفي الحاجات دي على فكره في فيديو تاني. لاول مره بقى بتشوفوني انا رنا، ما تنسوش اللايك. حله يا بنات رفعتها على النار تسخن كويس، بعد كده هنزل بالبط اللي طبعا مغسول كويس قوي ومنقوع في ليمون، وبشطفه تاني بعد ما بيخرج من الليمون. الرجول بتاعه الطيور على فكره بتدي طعم حلو قوي يا بنات للشوربه، حتى لو مش بتاكلوها سيبيها تستوي في الشوربه، وبعد كده عايزه ترميها رميها. ضفت بقى حوالي 3 حبات طماطم كبار مفرومين ناعم في الخلاط، فلفل اسود، ملح، حبهان. يا سلام لو عندك ورق لورا او مستكه، لكن للاسف ما كانش موجود عندي في اليوم ده. بضيف بقى على الشوربه بصله متقطعه صغير، وبضيف 3 4 بصلات كده صغيرين يتسلقوا في الشوربه، بيدوا طعم حلو قوي للشوربه. وكمان انا بحب البصل المسلوق، يا سلام لما تحمريه كده في الزيت بيبقى تحفه. بسيب بقى البط يتشوح كويس قوي في الطماطم دي مع الفلفل مع الملح مع الحبهان والبصل، وبعد كده بنزل عليه بالميه من الحنفيه، ميه عاديه من الحنفيه بغطي بيها البط. لكن في الوقت ده الميه على فكره كانت قطعه، ودول شويه الميه اللي كانوا موجودين عندي في المطبخ. لما تيجي بقى الميه انا هزود زي ما انتم شايفين كده مستوى الميه، يعني بيكون يعني ايه شويه كده، وهيغطي البط يعني مش بيغطيه قوي علشان ما تبقاش الميه كتير اللي هي الشرب يعني، وتبقى كده طعمها مش حلو. بسيبها بقى اول ما تغلي على نار هاديه، ما تسيبيش ابدا اي لحوم على نار عاليه. اول ما تغلي هدي النار، تاخدي احلى طعم للشوربه. هسيبها بقى تستوي ويلا بينا نعمل الكسكسي. معايا هنا حوالي لتر من الميه، في معلقه كبيره من الخميره، معلقه من السكر، ومعلقه من الملح. دي التشريبه كده اللي احنا بنبرم بيها الكسكسي. على فكره انا بسمي هنا او في المنطقه هنا بنسمي الكسكسي مبروم، فخلينا متفقين ان هو اسمه مبروم وخلاص. فالمهم بايديا كده بنقط ميه والف، انقط ميه والف، او اي حد جنبك خليه يرشرش لك الميه. بس المهم ما تحطيش بايدك اللي انت بتعملي بيها عشان ما تعجنش كده منك، يعني ما نعرفش نسيطر على الموقف. نرشرش ميه ونعمل بايدينا زي ما انتم شايفين كده. الحركه دي بقى انا مش عارفه هي اسمها ايه، اهو ابرومي، هي اسمها ابرومي. بعد كده يا بنات طبعا عشان انا حطيت ايديا الاتنين وما كانش في حد يحط لي ميه، فبدات بالمغرفه كده اعمل اخد كبشه ميه وارشها. المهم ما تحطيش ميه كتير، اوعي تعمليه زي العجين وتنزلي بالميه كلها، لا لازم ترشرشي سنه بسنه وتبرمي. اهم خطوه او اهم حاجه يا بنات في نجاح اي مبروم اللي هو طبعا الكسكسي، ان انت تبرمي كويس. كل ما تبرمي اكتر كل ما يحلو بيبقى تحفه. هنا بقى نزلت عليه يا بنات بتذكرتين كده فانيليا، يعني بما يعادل ربع معلقه صغيره خالص من الفانيليا. يا سلام بتديكي طعم وريحه حكايه. فضلنا نبرم كتير لحد اللون ما وصلنا للون ده المصفر شويه. طب انت عايزه تعرفي المبروم خلاص كده اكتفى بالميه ولا لا؟ تمسكيه تضغطي عليه جامد كده هتلاقيه مسك كتله واحده، تعملي تضغطي على الكتله بايديك هتلاقيه فرفر تاني وساب نفسه. هو ده القوام المظبوط للمبروم يا بنات. زي ما انتوا شايفينه بدأ لونه يصفر وما فيهوش اي دقيق، كل الدقيق اللي موجود فيه اختفى. يبقى كده انت ماشيه صح. الحله بقى بتاعه الكسكسي يا بنات تلتها يكون ميه، معلقه من الملح، وليمون عصرتها وانزلي بالقشر، 3 4 حبهات من الحبهان. ويا سلام لو عندك ورق لورا. المنكهات دي في الحله بتاعه الكسكسي بتدي ريحه فظيعه. شاشه بقى نظيفه او اي حاجه تكون بيضه كده نظيفه عندك، ده شال كده يا بنات من اللي هو القطن، انا عاملاه للكسكسي مخصوص. المهم يكون نظيف وما فيهوش اي روايح ومش بيطبع لون، يكون ابيض كده وما بيطبعش اي الوان. نزلت بقى بيه بكميه الكسكسي وغطيت عليها الغطا وسبتها لمده ساعه الا ربع. بعد ساعه الا ربع هتلاقوه بحاله تكتلات كده، بشوكه او بمعلقه ابداي ان انت تفكيها من بعضها عشان البخار كله يدخل في قلب الكسكسي. بعد ساعه ونص بالظبط شفتوا المنظر اللي قدامكم ده. بجيب تاني المنخل اللي هو بتاع الكسكسي اللي هو ايه فيه مربعات صغيره، انا بنخل مرتين، مره بعد ما بخلص برم انت شفتوها، لكن انا طبعا من الكلام نسيت اعلق على الحته دي. بعد ما بنخلص برم بنعمله في المنخل ده بتاع الكسكسي وبنحطه في الحله بتاعه الكسكسي زي ما شفتوا. بعد ساعه ونص بالظبط يا بنات هيكون بالمنظر ده، لونه اصفر وفيه تكتلات بسيطه.
نغربله كده، والتكتلات دي بايدينا او بالمعلقه بنبدا نعملها. اول ما بنهزها هزتين بتلاقي الحراره اللي فيه طلعت، وعادي جدا ممكن تعملي بايديكي. دي الطريقه كده مستحيل بقى يا بنات تلاقوا فيه اي تكتلات. في ناس على فكره دي اسمها رده الكسكسي، لازم بعد ان ما يستوي نص سوا بنرده، وهقول لك بتعملي فيه ايه تاني دلوقتي هتشوفي. في ناس بقى بتقول لك لا احنا هنحطه في الغربال تاني بتاع الكسكسي ليه، ده احنا هنعمله بايدينا. عادي ممكن تعمليه، بس لازم برضه هيكون فيه تكتلات. وفي على فكره ناس بتضربه في الكبه، لكن طبعا بما ان كده كده المنخل بتاع الكسكسي ده موجود عندك فاستخدموه خلاص. وعلى فكره بنجيبه من عند اي حد بتاع ادوات منزليه، او بيكون موجود في الاسواق كمان، بيكون ايه مربعات صغيره كده جنب بعضها زي ما انتم شايفين. شايفين بقى كل حبه سايبه نفسها ومش عامل زي الرمل بالظبط. يا سلام بقى 3-4 معالق قشطه، هيكون قشطه زيك يا قشطه، وكوبايه من الحليب، وبجيب كده ايه يعني زي مغرفتين 3 كده من وش الشوربه. حطيت عليه شويه فلفل اسود وشويه ملح. ظبطي الملح دوقيه برده، ظبطي الملح بتاعك يعني على حسب بقى لحبكم ايه الملح يكون مظبوط. القشطه يا بنات بتخليه تحفه. وهحط عليه كمان شويه زيت، ممكن سمنه صناعي ينفع، زبده يا سلام، يا خراشي بقى لو سمنه فلاحي. لو ضفت عليه سمنه فلاحي هينقله لمكان تاني خالص. وتبداي بقى بايديك تبرمي تاني كده، بحيث ان هو يتشرب بقى من المواد الدهنيه اللي ضفناها. بعد ما عملته بقى رديته كده بشويه من وش الشوربه مع كوبايه الحليب مع القشطه مع الزيت، يبقى كده خلاص تمام. بنشيل بقى الشاشه، ما بنحطش الشاشه تاني يا بنات، وبنرده تاني يستوي كمان ساعه ونص. وعلى فكره نسيت اقولك لازم يستوي اول ما الميه بتاعه الكسكسي تغلي نهدي النار خالص، يستوي على نار هاديه، وبيقعد 3 ساعات على النار، ساعه ونص، وبعدين نرده وبعدين تاني ساعه ونص. هنا بقى معايا بنات معلقه كبيره من الصلصه، عليها معلقه من البابريكا، عليها معلقه من الزيت، وهنبدا ندهن بيها ذكر البط. طبعا بعد ما استوى بجيب موس او اي حاجه رفيعه خالص واعمل فيها خطوط زي ما انتم شايفين كده، عشان تدينا المنظر اللي انتم شفتوه في اول الفيديو. بس طبعا يكون موس، السكينه مش هتاخد النتيجه المظبوطه. لو موس او قطر اي حاجه من اللي هي الحاجات اللي هي الرفنعه خالص دي اللي لها حرف حاد جدا زي الموس مثلا، معرفش بقى في بلادكم هتكون موجوده ايه. بدهن بقى دي زي هقول تاني صلصة على بابريكا على زيت، وادهن بيها ذكر البط. هتدينا بقى الشكل القمر اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. وهندخله الفرن، وطبعا هندهنه من الجنبين زي ما انتوا شايفين كده. طعم البابريكا مع الصلصة مدي لجلد البط طعم حكاية، وكمان اللحم شرب منه من الخطوط دي، شرب منه تحفة تحفة يا بنات. لازم تجربوا الطريقة دي، بسيطة لكن هتنقل يعني الحاجة بتكون بسيطة بس بتنقلها لمكان تاني خالص. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناة وتصلوا على سيدنا محمد، وتقولوا لي في الكومنتات لو وصلتوا لهنا انتوا بتتابعوني من اي بلد. أتمنى السعادة والخير والتوفيق للجميع. هسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.